أن أهل السنة يبتلون، فالواجب عليهم أن يصبروا وأن يوقنوا بنصر الله تبارك وتعالى، فإنه لا يضرهم هذا الابتلاء بإذن الله جل وعلا، فإنهم موعودون بالظهور على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر بأنه لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، فبدأ بالمخذل لأنه أشد وقعا. المخالف مخالف، لكن المخذل قد ينتسب إليك فيخذلك وينشر ذلك بالخفا بين الناس، كلما أقبل الناس على الحق خذلهم عنك فصار أشد ضررا. فهو في فعله هذا مع أهل السنة أشبه بالمنافقين مع أهل الإسلام في شدة الضرر، فإن الكفار الأصليين الناس يعرفونهم ويحذرونهم، أهل الإسلام يحذرونهم، لكن الذي يندس فيهم وهو منافق هذا ضرر. فالمخذل شبيه به، فيه شبه من المنافق، يظهر الود لك وهو يخذل عما أنت عليه ويبث ذلك في صفوف أهل السنة ويضر أهل السنة، نسأل الله العافية والسلامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ به، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، يعني ظاهرون بإذن الله، يعني أنهم على هذا الظهور الذي وعدهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما هذا إلا لأنهم قاموا بنصرة الدين، فصلحوا في أنفسهم حين فسد الناس، وأصلحوا ما أفسد الناس من السنة، وهم مع قلتهم لم يتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل يأمرون وينهون فيصلحون ويصلحون رحمهم الله تعالى. فهم بأمر الله تبارك وتعالى سبب نجاة الأمة. لو لم يوجد هؤلاء القلة الذين ينهون عن الفساد في الأرض ويأمرون بالخير لعم البلاء، نسأل الله العافية والسلامة. فأهل السنة والحديث والأثر، أهل السنة والجماعة هم سبب النجاة في كل زمان وفي كل مكان، هم سبب نجاة عظيم لأهل الأرض، فبهم يعصم الله سبحانه وتعالى الناس من نزول الشر بهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، إنه جواد كريم.